في الشهور الأخيرة صار من الصعب وايد نعرف إذا الفيديو مصنوع بالذكاء الاصطناعي أو لا، ولهذا السبب جوجل ضافت ميزة جديدة في جيميناي علشان تساعدنا. من اليوم تقدر ترفع أي فيديو تشك فيه داخل جيميناي وتسأل هل هذا الفيديو مصنوع بالذكاء الاصطناعي من جوجل؟ جيميناي يفحص الفيديو باستخدام علامات مائية خفية ما تنشاف، وما يكتفي بالصورة بس، حتى لو الصوت متلاعبين فيه يكتشفه. هالميزة تشتغل بتقنية اسمها سينث آي دي. لما ترفع فيديو حجمه لحد 100 ميجا بايت وطوله 90 ثانية، جيميناي يشيك صورة وخط خط من الصوت. جوابه مو بس نعم أو لا، يمكن يقول لك مثلا الجزء من الثانية 10 ل20 الصوت فيه من صنع الذكاء الاصطناعي. لكن حالياً هالنظام يشتغل بس على المحتوى المصنوع بأدوات جوجل نفسها مثل فيو وإيميجن. ويمكن تسأل، نقدر نمسح العلامة المائية الخفية؟ جوجل تقول إن سينث آي دي قوي وما ينشاف، لكن التجربة تبين إن بعض العلامات ممكن تتأذى أو تختفي مع التعديل الثقيل أو الضغط العالي. للحين جيميناي ما يقدر يتعرف على المحتوى المصنوع بأدوات مثل سورا أو كلينج. ومع هذا كله، استخدام معيار C2PA وتخزين البيانات داخل الملفات يعتبر خطوة مهمة للوضوح على الإنترنت. وبجانب هالميزة، جوجل قدمت طريقة جديدة للتعامل مع نموذج الصور نانو بنانا. الحين تقدر ترسم مباشرة على الصورة اللي رفعتها أو تكتب ملاحظاتك عليها. بدل ما تكتب مثلا خلي القبعة تصير حمراء، يكفي تحددها بالقلم وتكتب أحمر. وبهالطريقة يصير التعامل مع الذكاء الاصطناعي أسرع، أبسط وأقرب لطبيعتنا.